بوعلم صنصل ليس مجرد كاتب، إنه رمز لمغرب كبير يعيش التحول، حيث الحدود الورقية قد تنزف في أي لحظة. اعتقاله بعد أشهر فقط من حصوله على الجنسية الفرنسية يكشف هشاشة نظام يتغير تحت الضغط. خلف القضبان تعيد خريطة المنطقة تعريف نفسها دون إذن من أحد. حكاية بوعلم صنصل تبدأ مع طفل من الجزائر المستقلة حلم بالحرية، وراء ذلك الحلم يتشقق مع الوقت. ولد في 15 أكتوبر 1949 بثنية الأحد وسط قصص الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي. واصل تعليمه بتفوق في الهندسة والاقتصاد، ثم دخل الإدارة العليا كمسؤول بوزارة الصناعة. مع الوقت انتقل من تقارير الأرقام إلى ملاحظة وطنه، انسداداته، الفساد، وتصاعد التيارات المتطرفة. في سن 50 نشر أول رواية له، قسم البرابرة، وصدم المجتمع بصورة الجزائر بعد الحرب الأهلية. حاز الجوائز، لكن بدأ الصراع مع السلطة. من خلال قرية الألماني و2084 نهاية العالم انتقد ببراعة ونزاهة موضوعات الذاكرة والهويات والتطرف، وأكد أن مطلبه هو الحقيقة لا الهجوم. بفرنسية صافية وعلمانية راسخة دعي للمساواة والمصالحة. في يونيو 2024 حصل على الجنسية الفرنسية، ما أثار انتباه السلطات الجزائرية. بعد أشهر ناقش علنا الحدود التي رسمت في عهد الاستعمار، وهنا تغير مصيره. 16 نوفمبر 2024 بمطار الجزائر. وصل صنصل ولم يسمح له بالمغادرة. في مقابلة حديثة صرح بأن مناطق في شرق الجزائر كانت تاريخياً مغربية قبل الاستعمار الفرنسي. موضوع الحدود في الجزائر خط أحمر سياسي. وجهت إليه تهمة المساس بالوحدة الوطنية وتهديد سلامة الإقليم. في مارس 2025 صدر الحكم، 5 سنوات سجن نافذة وغرامة 500 ألف دينار. في الاستئناف طلبت النيابة 10 سنوات، لكن في 1 يوليو تم تثبيت الحكم. حالته الصحية حرجة بسبب إصابته بسرطان البروستات. الرسالة واضحة: الجزائر لن تتسامح مع أي تشكيك في الحدود، حتى لو كان من مفكر عالمي. تحدث إيمانويل ماكرون عن احتجاز تعسفي. البرلمان الأوروبي صوت لمصلحة الإفراج عنه. رغم التصريحات، باريس تتعامل بحذر، فهي تدافع عن كاتب فرنسي الجنسية، ولكنها توازن علاقاتها مع الجزائر حول الطاقة والهجرة، خاصة بعد اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، ما زاد التوتر. كلمات صنصل تتقاطع مع الرواية التاريخية المغربية. مناطق حدودية كانت تابعة للمخزن قبل الاستعمار الفرنسي. بالنسبة للرباط، القضية تؤكد أن التبو الجزائري حول التاريخ الحدودي أقوى من أي نقاش ديمقراطي. أما الجزائر فترى في ذلك تدخلاً غير مقبول في سيادتها. صار صنصل جزءاً من صراع الجزائر والرباط دون رغبة منه. الجزائر ترى فيه تهديداً فكرياً، بينما المغرب يعتبر أقواله شهادة تاريخية من مثقف جزائري بارز. بوعلم صنصل ليس مجرد سجين، إنه مرآة لجغرافيا سياسية متحركة. خلف كلماته سؤال أساسي: هل يمكن بناء مغرب موحد على خرائط جمدت بالخوف؟ الحقيقة التاريخية، ولو أزعجت، هي الأساس لبناء المستقبل.